وأحيانا كثيرة تكون آيات القرآن في غاية الوضوح، ولكنها تبدو للناس وكأنها في غاية الغموض والإبهام، ومن الصعوبة أن تجعل الناس أكثر مرونة وأكثر قابلية لترك العناد واستيعاب ما لم يكن لديهم من المعتاد. فأنا كنت طالب في الكلية وحضرت جلسة كان يقسم فيها ميراث أب مات بعد ابنه بفترة قصيرة، وقال بعض الحضور أن أبناء الابن الذي توفى قبل أبيه ليس لهم حق في الميراث، ولكن البعض قال لهم وصية، ولكن أبناء الرجل اللي هم أعمام الأولاد قالوا أن الجد لم يوصي لهم بشيء، وقال البعض لهم وصية بموجب القانون. وأنا من خلال النقاش ومن خلال الحوار الذي دار بين الحضور ومن خلال الحديث الذي تبادله كل الحضور تذكرت آيات في القرآن، ثم قلت لهم أن الله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء الأبناء نصيب في الميراث بآيات تتلى في القرآن. فقالوا لي: وأي آيات هذه؟ فقلت لهم: بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فقالوا لي: وكيف هذه الآيات تثبت أن لهؤلاء الأبناء حق في الميراث؟ فقلت لهم: لأن أبناء المتوفى الأحياء يظنون هم وذويهم أن الله أكرمهم بأنهم ما زالوا أحياء ولهم الحق في الميراث، وأن أبناء الابن الذي توفاه الله يظنون أن الله أهانهم بوفاة أبيهم قبل أبيه، وهذا ما حرمهم من الميراث. ولكن الله يقول للاثنين كلا، وكلا هنا تعني أن كلاكما ليس على حق، فأنتم لستم على حق وأنتم أيضا لستم على حق، ولكن هذا الذي حدث هو اختبار وامتحان لكل منكما في هذه الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. صدق الله العظيم. ثم قلت لهم أنني استمعت للشيخ الشعراوي ذات مرة وهو يقول أن هذه الآيات تثبت أن الأبناء الذين توفى أبيهم قبل أبيه، يعني قبل الجد، يكون لهم نصيب في ميراث الجد، وهذا النصيب عبارة عن جزء يستقطع من نصيب كل وارث من الورثة، ولكن هذا الجزء المستقطع لا يكون مفروضا أو إلزاما على الشخص، ولكن كل شخص من الورثة يستقطع جزء بقدر إمكانياته وبقدر رغبته في إكرام هؤلاء الأيتام. وبالفعل قد حدث، وكان لهؤلاء الأولاد نصيب في ميراث الجد، وقد خرجوا بنصيب أكبر من نصيب أي وارث من الورثة. ولكن بعد فترة اكتشفوا أن الشيخ الشعراوي لم يقل هذا الكلام، وبدأوا يعاتبوني ويلوموني واتهموني بأنني كمن يرى موج البحار في الصحراء. ولكن أنا أيضا اكتشفت أن الشيخ الشعراوي لم يقل هذا الكلام، ولكن في هذه اللحظة هيئ لي بالفعل أنني استمعت للشيخ الشعراوي يقول مثل هذا الكلام، ولكنني قلت لهم: أنا بما صنعت جعلتكم تفعلون الأصح والأصلح، لأنكم لو قرأتم باقي هذه الآيات في سورة الفجر لعلمتم أن الله يختم هذه الآيات بمدح النفس المطمئنة، النفس التي تطمئن وتتأكد بأن الرزق بيد الله وليس بالميراث الذي نأخذه من الأجداد. واقرأوا أنتم جميعا سورة الفجر، وبإذن الله ستستشعرون ما استشعرته أنا في هذه الآيات، وأنها بالفعل قد تكون سببا في إعطاء من مات والدهم قبل أبيه نصيب في الميراث من الجد.